هيا تحرك أيها البليد، تحرك. أيها الأحمق، لقد أخفتني حتى الموت. أين كنت طيلة هذا الوقت؟ تصور يا سيدي أن يأخذوك إلى المختار مقيدا وأن تخرج سالما. أين الذهب يا ابن الكلب؟ ما أوقعني في هذه الورطة إلا ذلك الذهب اللعين. ففي بوابة الكوفة اعترض طريقي العربي الشاكري ورأى الذهب معي فشك بي وراح يستجوبني حتى عرفني. ثم قام بتقييدي، وبعدما قيدني أخذني عند المختار نفسه. لو ترى كم هم غاضبون حين سمعوا أن الشمر قد هرب من الكوفة. وأنت ما إن رأيت المختار حتى أخبرته بكل شيء. قسما بمحاسنك يا سيدي لم أعترف بشيء. سألني أين مكان اختفاء الشمر، وكي لا أقع في أي خطأ يا سيدي أقنعته بأنني أبكم ولا أعرف غير الإشارة، فصدقني الأبله. ثم أرسل معي ضربيا فقتلته وهربت. أيها الأبله، أنت أردت أن تخلع المختار بعقلك المعلول. أيها الأحمق، المختار جعلك طعما يا أبله. لم ينفعني عقل الجن الذي أمتلك، لقد تغلب المختار علي. أيها الأحمق. اجمع حوائجنا لنهرب فورا يا ابن الضبابي، يا ابن الضبابي، يا ابن الضبابي. أنا رأيته قد أخفى سيفه تحت عباءته وهرب. أيها الأحمق، لو لم تقتل ضربيا لأخذناه رهينة وتخلصنا من هذه الورطة. أجل هذا كلام حق. اليوم لن تلمك أرض ولا سماء. أين ستهرب مني؟ ها أنا جئتك لأتم ما بدأته. توسل بسيفك يا شمر، عل سيفك يسعفك الآن. لا أحد هنا، لنذهب.
سيأخذ الماء. اضربوا القربة، اضربوا القربة. مسخوا قربة الماء. مهران، اقطع رأسه وضعه في المخلاة كي نقدمه للأمير. أين صارت البقية يا يزدان؟ لم يبقى أحد سوى قاتل ضربي. هل بحثتم في زوايا الخربة؟ يبدو أنهم قد هربوا جميعا. لا أظنهم قد ابتعدوا كثيرا.